بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا نشاط يوضح تولد القوة الدافعة الكهربائية المحتثة الذاتية على طرفي ملف. احنا بهاي التجربة استخدمنا بطارية 9 فولت، طبعا ربطناهن على التوازي لزيادة قيمة التيار، وعندنا مفتاح هنا، وعندنا ملف. طبعا الملف اخذت بس الملف الثانوي من محولة 110 فولت، وعندنا مصباح نيون. تقدر تستخدم طبعا المصباح الصغير الموجود بالنقطة مال الكهرباء هنا، او تستخدم مثلا الشوك القديم مال الشمعة. نجري التجربة هنا. التجربة عندما نضغط المفتاح ما راح تتولد قوة دافعة كهربائية محتثة. بحالة فتح المفتاح هنا يتوهج المصباح. لاحظ التجربة مرة أخرى. هنا بحالة إغلاق المفتاح ما يتوهج المصباح، فتح المفتاح راح يتوهج المصباح بضوء ساطع لبرهة قصيرة من الزمن. هنا بهاي الحالة. عندنا خطوات النشاط. طبعا بالبداية أدوات النشاط بطارية ذات 9 فولت مثل ما موجود بالكتاب، وعندنا مفتاح وملف هنا، وعندنا مصباح نيون. أسلاك توصيل. خطوات النشاط: نربط البطارية والمفتاح والملف هنا على التوالي، ونربط الملف والمصباح على التوازي. نغلق دائرة المفتاح والملف والبطارية بواسطة المفتاح لا نلاحظ توهج المصباح. يعني بالبداية رح نغلق الدائرة ما نلاحظ توهج المصباح. نفتح دائرة الملف والبطارية بواسطة المفتاح، نلاحظ توهج المصباح أو مصباح النيون بضوء ساطع لبرهة قصيرة من الزمن على الرغم من فصل البطارية عن الدائرة. فهنا راح نلاحظ توهج المصباح عندما نفتح الدائرة. تفسير هنا بالنسبة له أو نستنتج من النشاط. هنا بالبداية أولا عدم توهج مصباح النيون لحظة إغلاق المفتاح كان بسبب الفولتية الموضوع على طرفيه لم تكن كافية لتوهجه. فهنا عندنا هاي البطارية الموجودة هي 9 فولت لم تكن كافية لتوهج المصباح. بالإضافة إلى ذلك طبعا يكمل هو يقول ذلك لأن نمو التيار من الصفر إلى مقداره الثابت يكون بطيئا. يعني نمو التيار من مقداره الثابت إلى الصفر، من الصفر العفو إلى مقداره الثابت يكون بطيئا، نتيجة اللي تولد قوة دافعة كهربائية محتثة في الملف تعرقل المسبب لها وفق قانون لينز. فهنا بسبب الفولتية الموضوع لم تكن كافية لتوهجه. هاي بالبداية اللي هي 9 فولت لم تكن كافية لتوهجه. بالإضافة إلى ذلك عندنا أكو قوة دافعة كهربائية عرقلت نمو التيار هنا حسب قانون لينز، تعرقل المسبب الذي ولدها وفق قانون لينز. ثانيا عندنا توهج مصباح النيون بالحالة الثانية. طبعا توهج مصباح النيون لحظة فتح المفتاح كان بسبب تولد فولتية كبيرة على طرفيه تكفي لتوهجه، وتفسير ذلك هو نتيجة التلاشي السريع للتيار خلال الملف. تتولد على طرفي الملف قوة دافعة كهربائية محتثة ذاتية كبيرة المقدار، فيعمل الملف في هذه الحالة كمصدر طاقة ويجهز المصباح بفولتية تكفي لتوهجه. يعني احنا هنا سوينا من غلقنا المفتاح، جاي تتولد جاي نخزن الطاقة بالملف. فعد ما نفتح المفتاح الملف هنا يجهز المصباح بالطاقة. تفسيره يقول هو بسبب التلاشي السريع للتيار. خلال الملف تتولد على طرفيه حسب قانون فاراداي. تتولد على طرفيه قوة دافعة كهربائية محتثة كبيرة المقدار. نعيد التجربة على السريع.
لاحظ لحظة إغلاق المفتاح ما توهج مصباح، فتح المفتاح توهج هنا المصباح، إغلاق المفتاح لما يتوهج، حالة فتح المفتاح توهج المصباح. طبعا المصباح اللي عندنا هو يشتغل هنا على 110 فولت، اللي مطلوب من عندنا هو مصباح بمقدار 80 فولت. طبعا هذا أعلى من عنده، ونشوفه جاي يتوهج أيضا. كان وياكم مدرس نجاح موجود من إعدادية العزة للبنين، وشكرا.